انتبه، في طريقك صيدلي. أخطر شيء اليوم هو ليس النحافة، الأخطر هو خلطات التسمين المجهولة اللي تباع للناس وكأنها فيتامينات، بينما هي فعلا جرعات كورتيزون تدمر الجسم بصمت. فلذلك هي غير مرخصة من الهيئة العليا للأدوية ووزارة الصحة. كلنا نسمع دائما عن زيادة الوزن بأسبوع أو بشهر، والله إنها كارثة كبيرة، لأنه للأسف كثير من خلطات التسمين اللي تنباع في البهارات أو بصفحات الفيسبوك تكون مجهولة المصدر، وبعضها يحتوي على جرعات عالية من الكورتيزون مثل الديكساميثازون ومع كميات من السبروهيبتادين. وعلميا اللي يحصل غالبا مش زيادة صحية بالوزن، اللي يحصل هو احتباس سوائل ودهون بطريقة مضرة جدا. فالكورتيزون يخلي الجسم يحبس الصوديوم والسوائل ويطرد البوتاسيوم خارج الجسم، فتبدأ النفخة ويظهر ما يسمى بوجه القمر أو الفيس مون، يرجع الوجه دائري. والمشكلة الكبيرة إنه إحنا في الصيدليات نشوف حالات لبنات وشباب بأعمار صغيرة وعندهم الضغط مرتفع وعندهم ضعف مناعة، عندهم هشاشة عظام، عندهم اضطرابات هرمونات، وبعض الحالات وصلت لمشاكل بالكلى والغدة الكظرية. يعني بالمختصر أنت ما تسمني بشكل صحي، أنت تدخلي جسمك في خلل هرموني خطير. طيب إيش الحل الآمن؟ أول خطوة نعرف إيش سبب النحافة أصلا، لأن النحافة أحيانا تكون بسبب يا إما فرط في نشاط الغدة الدرقية، أو قد يكون سوء تغذية، أو مشاكل امتصاص، أو قلل وتوتر، أو أمراض مزمنة ووراثية. أما إذا كانت المشكلة فقط ضعف أو فقدان شهية ففي خيارات دوائية ومرخصة وآمنة نسبيا، مثل الموسيجور أو بعض المكملات الغذائية عالية السعرات. ومع ذلك هذه لازم تستخدم تحت إشراف طبي والفترة محدودة. وتذكروا دائما أن السمنة الصحية ما تجي خلال أسبوع ولا شهر، لأنه الجسم يحتاج وقت عشان يبني وزن حقيقي. أما الكورتيزون يعطيك نفخة مؤقتة ويترك لك مشاكل ممكن تستمر لسنوات. والمعلومات الإضافية والمراجع العلمية اللي اعتمدت عليها في هذا الفيديو برفقها لكم في أول تعليق. ودمتم سالمين، تابعني المزيد عشان صحة حديد.